بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. النهارده بمناسبة عشية الأنبا أنطونيوس كان في شوية ذكريات كده حبيت أقولها لكم. من سن الصراحة وأنا في ثانوي كنا مجموعة شباب حلو كده، مجموعة الدبشرية وسيفين وبشنودة. طبعا اللي هيشوف الفيديو دوت يعرف ان انا قصده هو، يعني كلهم حبايبي وكلهم ما اقدرش انسى حد، ومش في نفس الوقت لو قلت الكل ونسيت حد ممكن حد يزعل مني. بس الذكرى الحلوه اللي احنا شفناها ان احنا كنا كل سنه متعودين ننزل الانبا أنطونيوس في اجازه نص السنه. كنا نبقى حوالي 18 نفر، وكان بيشجعنا على كده الفنان ادوارد صبري، كان والله يرحمه ناشد، الله يرحمه. كنا نتلم كده ونروح البحر الاحمر خلوه 4-5 ايام. طبعا كل ما افتكر حد هقول اسمه، يعني مخلص، وكان مجدي مكرم، وكان عماد رزق وامير ومراد صبري وابراهيم صمويل. كنا مجموعه حلوه قوي 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 قوي. كنا نروح الانبا أنطونيوس دي نستناها من السنه للسنه، ونروح مواصلات، ما كانش معانا عربيات وما كانش في اي وسيله ان احنا نركب اي حاجه. كنا بناخد عربيه من ملك الصالح ننزل بيها حلوان، وبعد كده نروح من حلوان لحته اسمها الصف، ومن الصف ننزل بلد اسمها برومبل، وبعد البرومبل ننزل على حاجه اسمها المفارق. كانت يافطه كبيره قوي اسمها يافطه مورلبورو، كانت باينه، كنا نقعد تحتها واحنا وحظنا بقى، يا تيجي عربيه نقل، يا تيجي تانك ميه، يا يجي عربيه شايله مواسير، عربيه شايله طوب، على مدار السنين يعني. ونتنطط من عربيه لعربيه لحد ما نوصل لحد المدق ونقعد. المدق ده كان 18 كيلو، وكنا بناخده مشي 3/4 السنين، كنا بناخده لحد ربع ونص مشي 3/4، لحد ما ربنا يرزقنا بعربيه داخله كده ونروح داخلين معاها الدين. كانت بتبقى احلى لحظات حياتنا لما نتجمع كلنا في دير انبا أنطونيوس. جينا في مره بقى قالوا لنا هتطلعوا تصلوا قداس في المغاره فوق. فانتوا عارفين طبعا ان النور بيطفي من الساعه 10. كلنا خدنا بطاطلنا، واحنا طبعا كنا مرعوبين خالص. وفجاه النور قطع واحنا طالعين، ونبص ورانا ما لقيناش ضي خالص. قعدنا بقى كريالايسون 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 طول الطريق وخايفين، والجبن زاد الاخلاق يعني. رحنا ووصلنا لحد المغاره، وبعد كده جالنا ابونا تيمساوس، ربنا يديله الصحه، حافظ عليه، موجود لحد دلوقتي في الدير. وصلينا القداس، وبعد كده في الفتره اللي احنا فيها انتظار ابونا كان معانا كشاف كبير قوي. كنا شباب يعني، وبنحب نهرج ونهزر، وده ما كانش صح يعني. فقعدنا نعمل بايدينا كده على الكشاف، ونسمع تحت زغاريت وتسقيف، واحنا مبسوطين قوي يعني ان احنا بنعمل حاجه، بنضحك على الناس اللي تحت في الدير. وكان الدير ده فيه ساعتها اتوبيسات كتيره جدا، بتاع حوالي 100 اتوبيس، رحلات كانت جامده قوي. كان الدنيا زحمه جدا في عيد الانبا أنطونيوس. وخلصنا القداس واحنا نازلين بقى، كان معانا صديقنا كان اسمه ايهاب ده كان عنده مشكله في مناخيره، قال له ما تطلعش عشان لما تطلع الضغط ممكن تنزف او حاجه زي كده، فبلاش تطلع. فما طلعش معانا. وبعد كده بنقول له بقى لما نزلنا احنا الساعه يمكن حوالي 3:30 4 حاجه زي كده الفجر، بنقول له معلش يا ايهاب انت فاتك نص عمرك، احنا كان نفسنا تبقى معانا. قال ايه ده انتوا قاعدين فوق والعذراء منوره الجبل، العذراء ظاهره واحنا اللي كنا بنعمل الضوء ده فوق. قال لا لا لا، ده الضوء ده انتوا كنتوا عاملينه اهو، والعذراء ظاهره اهي. كلمه اهي دي كلنا بصينا لقينا العمود نور نزل من السماء ولونه احمر واتجسد
لحد ما نزل على حرف الجبل بين الصليبين بتوع المنارة بتاع الأنبا أنطونيوس. وشوية كده واحنا طبعا قعدنا نصلي وكلنا ركعنا على الأرض ولقينا منظر العذراء اتجسدت العذراء فرد ايديها كده، وجي جنبها من الناحيه دي أنبا أنطونيوس والأنبا بولا، وكان منظر رهيب قوي، وكان بركه كبيره قوي قوي ان احنا شفنا العذراء. فانا كل ما يجي عليا عيد الأنبا أنطونيوس افتكر اللحظه دي. فانا بقى النهارده عايزين نرنم ترنيمه للعذراء في ليله الأنبا أنطونيوس. تعالوا نرنمها سوا. يا مريم طوبى